أول ما بتيجي سيرة طبيعة مصر، إيه الصورة اللي بتيجي في دماغنا على طول؟ غالباً نهر النيل العظيم والأراضي الخضراء حواليه. بس الحقيقة إن جغرافية مصر حكاية أكبر وأغنى من كده بكتير. في الشرح ده هناخد جولة سريعة ومختلفة نشوف بيها الأشكال الحقيقية لسطح مصر. يعني السؤال هو، هل هي دي كل الحكاية؟ شوية صحراء ونيل؟ الإجابة طبعا لأ. ورا الصورة المشهورة دي في عالم تاني خالص، عالم من الجبال الشاهقة، الهضاب اللي ملهاش آخر، والمنخفضات العميقة. كنوز طبيعية حقيقية هي اللي شكلت تاريخ البلد ده وحاضره. طيب، خريطة رحلتنا هتكون كالتالي. هنبدأ طبعاً بشريان الحياة، الوادي والدلتا. بعدها نتحرك لأكبر مساحة في مصر، الصحراء الغربية. ومنها نروح للصحراء الشرقية بطبيعتها الجبلية المختلفة تماماً. ونختم جولتنا في سيناء، أرض الفيروز. وفي الآخر خالص هنجمع كل ده عشان نفهم إيه اللي كون التضاريس دي، والأهم، ليه ده يفرق معانا النهاردة. يلا بينا نبدأ الرحلة، ونقطة البداية لازم تكون من قلب مصر النابض، المكان اللي قامت عليه أعظم حضارة في التاريخ. المنطقة دي على الرغم من إنها صغيرة جدا جدا على الخريطة، إلا إنها هي كل الحياة تقريبا. بصوا على المفارقة العجيبة دي. أقل من 4% من مساحة مصر كلها شايلة معظم السكان وكل الزراعة والحياة. وفي المقابل أكتر من 96% من مساحة البلد صحاري. ده لوحده بيورينا قد إيه الشريط الأخضر الصغير ده حيوي ومصيري. طيب إيه هي الدلتا دي أصلاً؟ ببساطة تخيلوا نهر النيل وهو مسافر آلاف الكيلومترات وشايل معاه طمي ومغذيات، يعني كل خيرات أفريقيا. أول ما بيقرب من البحر المتوسط سرعته بتهدأ، فيبدأ يرسب كل الخير ده. مع مرور آلاف السنين الرواسب دي كونت أرض من أخصب أراضي العالم على شكل مثلث مقلوب، هي دي الدلتا. الرقم ده لوحده كفيل يفهمنا القصة كلها. 50%، يعني أكتر من نص الأراضي الزراعية في مصر كلها متركزة في الحتة الصغيرة دي اللي اسمها الدلتا. ده معناه إن كل شبر فيها هو كنز حقيقي لأمننا الغذائي. ونيجي هنا لحالة خاصة جدا، منخفض الفيوم. مكانه جغرافي في قلب الصحراء الغربية، لكن بنعتبره جزء من وادي النيل. ليه؟ السر في ترعة بحر يوسف، الشريان الصغير ده اللي بيسحب مية النيل والطمي بتاعه ويدخلهم للمنخفض، فبيحولوا لواحة خضراء مزدهرة في قلب الصحراء. طيب دلوقتي نسيب الشريط الأخضر الضيق ده وننتقل من أصغر وحدة تضاريسية لأكبر وحدة على الإطلاق. يلا بينا ندخل بحر الرمال العظيم، الصحراء الغربية. متخيلين الرقم؟ 68%، يعني أكتر من تلتين مساحة مصر هي الصحراء الغربية. دي مساحة عملاقة أكبر من دول بحالها. والمهم نعرف إنها مش مجرد رمل وخلاص زي ما بنشوف في الأفلام، لأ، دي عالم متنوع جدا ومليان تفاصيل. الصحراء الغربية دي بيغلب عليها شكل الهضاب الضخمة، زي هضبة الجولف الكبير جنوباً ومرمريكا شمالاً. لكن وسط الهضاب دي هنلاقي منخفضات عملاقة، وهنلاقي الواحات اللي فيها حياة وزرع، وطبعاً بحر الرمال العظيم، وحتى في جبال منعزلة زي جبل العوينات في أقصى الجنوب. وهنا في نقطة مهمة، مش كل المنخفضات زي بعض. في منخفضات ربنا رزقها بمياه جوفية، فبقت واحات خضراء والناس قدرت تعيش فيها وتزرع، زي سيوة والدخلة. وفي منخفضات تانية زي منخفض القطارة العملاق ما عندهاش المصادر دي، ففضلت غير مأهولة تقريبا. السر كله في المية. جولتنا دلوقتي بتعدي نهر النيل، وبنروح لمنطقة مختلفة تماماً في شكلها وطبيعتها. لو الصحراء الغربية كانت أرض الهضاب والرمال الناعمة، فالصحراء الشرقية هي أرض الجبال الصلبة والصخور. الوصف ده هو الأدق ليها. هي مش مجرد جبال ومش مجرد هضاب، هي خليط من الاتنين. فيها سلاسل جبال البحر الأحمر الشاهقة اللي بتمشي بمحاذاة الساحل، وفي نفس الوقت فيها أضاب صخرية واسعة. عشان كده بنسميها صحراء جبلية هضبية. الصحراء دي ممكن تبان قاسية وجافة، لكنها في الحقيقة خزانة كنوز مصر. من جبالها الفراعنة استخرجوا الذهب اللي بنى حضارتهم، والنهاردة جنب المعادن بنلاقي فيها حقول بترول وغاز طبيعي من أهم مصادر الطاقة في مصر. ومن الظواهر العجيبة في الصحراء الشرقية هي الأودية الجافة. لازم نتخيل إن زمان في عصور قديمة دي كانت أنهار ليها مجرى والمياه نحت طريقها وسط الجبال. النهاردة هي جفت، لكنها لسه ليها دور مهم جدا لأنها بتجمع مياه السيول النادرة، وبكده بنقدر نستفيد من كل نقطة مية. وبنوصل دلوقتي لآخر محطة في رحلتنا، جوهرة التاج، شبه جزيرة سيناء، بوابة مصر الشرقية، والأرض اللي ليها مكانة خاصة وطبيعة بتخطف الأنفاس، وبتجمع كل أنواع التضاريس تقريباً في مكان واحد. سيناء ممكن نقسمها ببساطة ل3 أجزاء واضحة لو بصينا من الجنوب للشمال.
في الجنوب عندنا المثلث الجبلي الوعر، وفي أعلى قمة في مصر كلها جبل سانت كاترين. نطلع لفوق شوية نوصل للمنطقة الوسطى، ودي عبارة عن هضاب واسعة زي هضبة التيه. أما في الشمال خالص فالأرض بتبقى سهول منبسطة بتطل على البحر المتوسط. طيب بعد ما شفنا كل الأشكال دي، السؤال اللي بيطرح نفسه هو كل ده اتكون إزاي؟ إيه القوة الجبارة اللي قعدت ملايين السنين تنحت في الأرض عشان تطلع لنا الشكل ده؟ الإجابة بتتلخص في نوعين من العوامل. النوع الأول قوة باطنية جاية من جوه الأرض نفسها، زي الزلازل والانكسارات اللي بترفع حتت من الأرض لفوق وتكون جبال. النوع التاني قوة خارجية بتشتغل على السطح، زي الرياح والمياه اللي بتقعد تنحت في الصخور وتغير شكلها. والجدول ده بيلخص الحكاية ببساطة. يعني شوفوا إزاي القوة الباطنية زي الانكسارات هي اللي كونت جبال البحر الأحمر. في نفس الوقت القوة الخارجية زي الرياح هي اللي عملت بحر الرمال العظيم. أما تعريقة المياه فهي اللي حفرت مجرى نهر النيل وشقت الأودية الجافة. طيب بعد كل المعلومات دي الخلاصة إيه؟ إيه علاقة شكل الصخور والجبال بحياتنا اليومية وباقتصاد بلدنا؟ ليه كل ده مهم أصلاً؟ الفكرة كلها عبارة عن سلسلة، لأن تضاريس مصر متنوعة ده خلى الموارد الطبيعية اللي فيها متنوعة. الجبال مليانة معادن، الوادي تربته خصبة، الصحاري فيها بترول، والطبيعة نفسها مصدر للسياحة. والتنوع ده في الموارد خلى بدوره تنوع في الأنشطة الاقتصادية اللي بلدنا قايمة عليها. الجملة دي هي زبدة الموضوع كله. ده هو الاستنتاج الأساسي. التنوع الجغرافي هو اللي خلق التنوع في الثروات، وبالتالي التنوع في الاقتصاد. باختصار، شكل الأرض هو اللي بيحدد شكل البلد. وبنسيب في الآخر سؤال مهم نفكر فيه كلنا. التضاريس دي اللي أخدت ملايين السنين عشان تتكون واللي شكلت ماضي وحاضر مصر، يا ترى إزاي هتكمل تشكيل مستقبلها وفرصها وتحدياتها في السنين اللي جاية؟